السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض ثورة 23 يوليو 1952. طبعا احنا خدناها في الجزء الأول قبل كده، وقفنا عند جزئية إنجازات الثورة. تعالوا نكمل مع بعض. طبعا اللي متابعني عارف إن احنا بنشرح الجزئية وبنفسرها كويس جدا وبنحط عليها الأسئلة، بتبقى مهمة جدا ومفيدة لنا. نبدأ مع بعض بإنجازات ثورة 23 يوليو. طبعا لما يجيلي السؤال نجحت ثورة 23 يوليو في تحقيق بعض، مش كل، بعض أهداف، لأن في أهداف ما قدروش يحققوها، يبقى الثورة نجحت في تحقيق بعض أهدافها. طيب سؤالي بقى، الأهداف دي هقسمها لإنجازات، أسميها إنجازات في مختلف المجالات، مجال سياسي ومجال اقتصادي ومجال اجتماعي ومجال عربي ودولي، 4 مجالات. نبدأ مع بعض بأهم حاجة اللي هو المجال السياسي في البداية. أولا المجال السياسي، الثورة لما قامت، طبعا لما أي ثورة بتقوم يا ولاد بتقضي على كل حاجة في البلد، دستور ووزارة ومجلس نواب وأحزاب وكل حاجة، زي ما بيقول تغيير جذري، بنعمل من الأول. يبقى أول حاجة أهو إلغاء دستور 1923، ولكن إمتى؟ في ديسمبر. هي الثورة قامت إمتى؟ في يوليو، صح؟ يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يعني شهر 12. بس خلي بالك ده مش أول إنجازات، خلي بالك في إنجاز تاني هو القضاء على الإقطاع، هاخدها بعد كده. عشان لما أجي أقول لك كان أول إنجازات الثورة في المجال السياسي، لا ما تقوليش طب ما هي في أول إنجازات، لا مش في أول إنجازات، ده أنا ذكرتها عشان بجيب الإنجازات السياسية كلها مع بعض. طيب بس اللي أعرفه أهو إن في ديسمبر 1952 تم إلغاء دستور 1923 اللي كان معمول به. طيب الشهر اللي وراه على طول في يناير 1953 الأحزاب السياسية اللي كانوا مصدعين دماغنا ما كانش لها لازمة اتحلت يعني ايه؟ يعني اتلغت. يبقى حل الأحزاب السياسية. طيب 3 هقول في نفس السنة برضو، دي في يناير، دي في يونيو 1953 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وعين اللواء محمد نجيب اللي هو كان البيان باسمه، عين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية. يبقى ما أجي أقول لك سؤال بما تفسر أو دلل غيرت ثورة 23 يوليو، غيرت ثورة 23 يوليو نظام الحكم هتقول لي حيث قامت بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وعين اللي هو مين؟ محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربي. يبقى لما أجي أقول لك أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد الثورة كان مين؟ محمد نجيب. طيب كم عام دلوقتي؟ 3. طب تعال نشوف في أكتوبر السنة اللي وراها، يبقى دي في يونيو، كل ده في سنة أهي 1952، الثورة دي في آخرها، يعني الأحداث الدومني في نفس السنة. طب أكتوبر 1954، وخلي بالك من التاريخ ده مهم جدا، وده خلاص. طيب إيه اللي حصل في التاريخ ده؟ إحنا مش كنا بنقول الهدف التاني للثورة القضاء على الإقطاع؟ طيب الهدف الأول كان إيه؟ الهدف الأول القضاء على الاستعمار، يبقى أنا عايز الهدف الأول مش عايز التاني، القضاء على الاستعمار وأعوانه. طيب أهو أول حاجة عملناها هنا في الجزئية دي إن إحنا رحنا مع بريطانيا ووقعنا اتفاقية الجلاء، هتخرجوا من البلد الوقت هون. قامت بريطانيا قالت طب ما ينفعش نخرج دلوقتي، ادينا مهلة إن إحنا نظبط أمورنا، إن إحنا هنا شركات وبنوك ومصالح هنا. قال لك خلاص طب ادينا سنتين، قال لك سنتين لا، 24 شهر لا، إحنا بالكتير هنديكوا شهرين، 20 شهر، في خلال 20 شهر تكونوا خارجين انتوا قوات كلها. قالوا ماشي، وفعلا. يبقى اما اجي اقول لك سؤال تم توقيع اتفاقيه الجلاء امتى؟ في اكتوبر 1954، خلاص تقرر فيها جلاء القوات البريطانيه عن مصر خلال 20 شهرا من توقيع الاتفاقيه. طيب ماشي. طب هل فعلا تمت؟ بعدها ب20 شهر لو احنا حسبناها من اكتوبر 1954 ل 18 يونيو 1956 رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 عاما، فأصبح هذا اليوم عيد للجلاء. يبقى اما اجي اقول لك سؤال بما تفسر يوم 18 يونيو عيد للجلاء، لأنه تم رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 عاما، فأصبح هذا اليوم عيدا للجلاء. يبقى تاني، رحيل القوات البريطانية عن مصر
بعد احتلال دام 74 عاما، فأصبح هذا اليوم عيد للجلاء. طب أنا عايز أجمع الاتنين ده هم في سؤال، ركز معايا كده وخليك شاطر. ده هم في سؤال هقول لك إيه؟ دلل أو بما تفسر دلل. استطاعت ثورة 23 يوليو القضاء على الإقطاع الاستعمار، مصمم على الاستعمار. أو يجيب لي السؤال مبهم ومش واضح ازاي. يقول يدلل استطاعت 26 تحقيق الهدف الأول. هو ايه الهدف الأول؟ اللي هو القضاء، جابها لي من غير بقى ما يقول لي الاسم، اللي هو القضاء على مين؟ على الاستعمار. يبقى لو السؤال ده والسؤال ده واحد، دلل استطاعت ثورة 23 يوليو القضاء على الاستعمار، أو دليل استطاعت الثورة تحقيق الهدف الأول. أما مدى تقييمك لصحة العبارة؟ استطاعت ثورة 23 تحقيق الهدف الأول. طبعا العبارة صحيحة حيث قامت به توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر التي قرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال 20 شهرا من توقيع الاتفاقية. طب 18 يونيو رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 عاما، فأصبح هذا اليوم عيدا للجلاء. طيب السؤال اللي بعده هقول لك بعدها على طول، شوف الشهر ايه؟ يونيو اهو، يونيو شايفينه؟ طيب الشهر اللي وراه على طول يوليو، يبقى يوليو في نفس السنة. ايه اللي حصل؟ احنا دلوقتي بريطانيا خرجت من مين؟ خرجت من ايه؟ مصر خلاص. بس في بعض مثلا القادة البريطانيين والفرنسيين الموجودين فين؟ في منطقة القناة. قال لك لا احنا مش عايزين اي حد فرنسي ولا انجليزي في قلب مصر. طب احنا هنعمل ايه؟ واحنا هنمشي شركة قناة السويس دي بنفسنا. طيب عملوا ايه؟ تأميم. جمال عبد الناصر قام بتأميم شركة قناة السويس. تأميمها يعني ايه؟ يعني أصبحت ملكا للأمة المصرية، دي معنى كلمة تأميم. يبقى تأميم يعني بنقول أصبحت الشركة شركة مصرية بإدارة مصرية، يعني ما عادش فيها لا عنصر إنجليزي ولا عنصر فرنسي. دي اسمه ايه؟ تأميم شركة قناة السويس. الإنجازات السياسية كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لمصر، لأنها فعلا حققت بعض من أهداف الثورة. طيب يبقى كده دلوقتي هنا أرجع تاني للمجال السياسي. في يوليو تم إلغاء الدستور. حل الأحزاب، أنا قلت بتيجي تعمل كل حاجة في بداية السنة. في يونيو 1953 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وعين محمد نجيب. هقول في أكتوبر ويونيو الاتنين تحقق هدف واحد اللي هو القضاء على الاستعمار. توقيع اتفاقية الجلاء ورحيل بعدها ب20 شهر القوات البريطانية وتأميم شركة قناة السويس. ده في المجال السياسي. طيب ثانيا تعال نشوف المجال الاقتصادي. مجال الاقتصادي يبقى زراعة وصناعة وتجارة. نبدأ بالزراعة. اما اجي اقول لك دلل اهتمت ثورة 23 يوليو بالمجال الزراعي. طبعا ده منطقة السد ده منطقة السد العالي اهي، محطة السد العالي. اولا عشان نهتم بالزراعة توسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ليه؟ بما تفسر اهو، بما تفسر احنا بنستصلح أرض زراعية ليه؟ عشان صحراوية عشان نزود الرقعة الزراعية. تاني حاجة عايزة المية، المية بتجيلنا مرة واحدة في السنة. طيب هقول له إنشاء السد العالي وتم إنجازه إمتى؟ 1971. طب ما أقول لك سؤالي بما تفسر أو ما النتائج؟ أقول لك بما تفسر إنشاء السد العالي، أو لو أنا قلت ما النتائج المترتبة على، أقول لك ما النتائج المترتبة على إنشاء السد العالي. هي نفس الإجابة. هقول له أدى إلى حماية البلاد من خطر الفيضان، واحد. اتنين تخزين المياه وتوليد الكهرباء. يبقى تاني حماية البلاد من خطر الفيضان، تخزين المياه وتوليد الكهرباء. يبقى ده بالنسبة لمين يا جماعة؟ للزراعة، إنجاز الاقتصادي. يبقى الزراعة اهتمت ثورة يوليو بالزراعة، وده لحاجتين: التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية. اتنين إنشاء سد العالي لحماية البلاد من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. طيب تعال خلصنا كده الزراعة، تعالوا نقلب بقى على على الصناعة. دلوقتي بالنسبة للصناعة، طبعا لما اجي اقول لك دلل اهتمت الثورة بالصناعة، هتقول لي طبعا اهتمام بالصناعة يبقى هنعمل مصانع. زي واحفظها لان بتيجي في الامتحان اكمل. يقول لك قامت ثورة 23 يوليو بإنشاء العديد من المصانع مثل بحلوان. هقول له الحديد والصلب في حلوان، حديد وصلب في حلوان. طيب وعملت مصنع الأسمدة فين؟ بأسوان. يبقى قلت تاني ثورة 23 يوليو أنشأت مصانع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الأسمدة في أسوان. ده أول حاجة. طب المصانع دي عايزة عايزة عاملة. يبقى اهتم بالتعليم الصناعي زي ما كان محمد علي بيعمل.
الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني عشان نخرج الشباب عندهم او مكتسبين مهارات العمل في السوق. يبقى الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. 3. الوقت المصانع دي عايزة مصادر طاقة، هقول لك الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول. الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكرير البترول. طبعا احنا عارفين التكرير اللي هو فصل منتجات البترول عن بعضها. يعني معنى ذلك ان انا اطلع البنزين لوحده والسولار لوحده والكلام ده كله لوحده، يبقى دي اسمها اسمها عملية تكرير البترول. يبقى تاني، يبقى عندي الصناعة، الثورة. اما اجي اقول لك دلل، اهو السؤال جاي لك اصلا، دلل اهتمت الثورة بالصناعة، هتقول لي قامت بإنشاء العديد من المصانع زي الحديد والصلب بحلوان ومصنع الأسمدة بأسوان، والاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني، الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول وإنشاء معامل لتكرير البترول. طيب ده بالنسبة لمين؟ للصناعة. 3. التجارة. طبعا الثورة كمان اهتمت بالتجارة، هتقولي اهتمت بها ازاي؟ حيث قامت بفتح أسواق خارجية. احنا عملنا منتجات وصنعنا وعلمنا، طلع عندي منتج عايز ابيعه بره لانه فاض عليا، هقول له فتح اسواق خارجيه جديده لتسويق المنتجات المصريه. يبقى انا عندي التجاره الخارجيه لمصر زادت بعد الثوره 23 يوليو. تاني، التجاره الخارجيه لمصر زادت بعد ثوره، يبقى اقول له اهو زياده التجاره او انتعاش التجاره الخارجيه لمصر بعد ثورة 23 يوليو. طبعا عن طريق عن طريق فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات المصرية وتمصير. هتقولي يعني كلمة تمصير البنوك؟ يعني جعلها مصرية. أنا قلت لك إن بريطانيا كانت عاملة بنوك هنا موجودة في مصر زي البنك الأهلي، وكان طبعا برؤوس أموال بريطانية أو أوروبية. إحنا بقى عايزين نعمل بنوك لنا. خلاص، تمصير البنوك وشركات التأمين، برضو شركات التأمين تكون مصرية بإدارة مصرية، وشركات الاستيراد والتصدير. تاني، تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. تاني، تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. دي التجارة. يبقى ده ندلل اهتمت ثورة 23 يونيو بالتجارة، حيث تم فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات المصرية وتمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. يبقى ده المجال الزراعي، الاقتصادي، زراعة وصناعة وتجارة. طب تعال نشوف المجال الاجتماعي. المجال الاجتماعي هقول له أول حاجة القضاء على الإقطاع. أنا قلت من شوية ده الهدف ده الهدف التاني. القضاء، عشان ما أجي أقول لك سؤالي دلل استطاعت الثورة القضاء على الهدف الثاني. هقول له حيث قامت بصدور قانون الإصلاح الزراعي الأول. هتقولي يعني ايه صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول؟ احنا كنا نسمع زمان ان مثلا تلاقي واحد يمتلك 1000 فدان او 2000 فدان، أحجار كبيرة. خلاص، طيب وفي ناس موجودة في البلد كلها اللي احنا بنقول نظام الإقطاع مش مالكة أي شيء وبتشتغل عندهم. أما طبعا لما الثورة قامت قال لك لا، احنا لازم نقطع الموضوع ده. نعمل في الأول خالص صدر أول قانون الإصلاح الزراعي، كان بينص على إن الفلاح، أي فلاح عنده ملكية أرض أكتر من 200 فدان هتتاخد منه أكتر من 200 دي، يعني الأكتر من 200 فدان هيتاخدوا منه وهيتعطى لمين؟ للفلاحين المعدمين اللي ما عندهمش أرض، طبعا من غير فلوس. طبعا لما كان الخبر بيروح للقرار، بيروح للراجل صاحب الملك دواني، ممكن بيتجلط، بيموت، بيحصل له اي حاجه. خلاص، انه اخدوا منه الارض كده من غير من غير ما يدفعوا له حاجه، ووزعوها على على الفلاح. كان الاول مثلا يدوا لكل فلاح 5 افدنه. خلاص، بعد كده وجدوا لسه في فلاحين معدمين، قال لك ناخد من ابو 200 فدان، ده كتير عليه. فضل ينزل من 200 150 150 تانيين يبقى 100. فضل ينزل لما وصل بس عنده، تخيل بقى لما يبقى عنده أفدنة بالالافات او بالمئات وتفضل عنده 50، طبعا يجيله بيجيله كده سكتة قلبية وبينتهي على طول. طيب بس احنا استفدنا بقى في بقى؟ ان انا عندي لما صدر القانون ده حددنا الملكية الزراعية زي ما قلت لك ب50 فدان. طب ده ادى زيادة تملك الفلاحين الأرض الزراعية. ما عادش في حاجة اسمها إقطاع بقى، إن في فئة تملك وتستبد وانتشار الفقر والمرض والكلام ده ما عادش موجود. خلاص، يبقى لما أجي أقول لك سؤالي استطاعت
الثورة القضاء على الهدف الثاني اللي هو الإقطاع، حيث قامت بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول زي ما قلت لك، لأنه كان في أول وتاني. لما كان الأول ب 200، بعد كده نزلوا القرار اللي يبقى واحد معاه 150 فدان، بعد كده فضل لما وصل لكام؟ ل 50. يبقى كانت عبارة عن قرارات. يبقى بنقول صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر. أقف عند دي سبتمبر. ده احنا كنا قلنا هنا، لو انتم متذكرين في الجزء ده، بصوا كده معايا في الجزء ده هنا، بقول لك ايه؟ ديسمبر 1952. فاكر لما قلت لك لو جه في الامتحان يقول لك اول انجازات الثوره في المجال السياسي، تقول له لا. المجال السياسي تقول لي لا. طب ما تقول لي اهو، ما المجال السياسي اول حاجه، اقول لك لا. هقول لك ده انا جبتهم في الاول عشان ده تبع المجال السياسي، ولكن اول انجاز ديسمبر شهر ايه؟ 12. طب بص هنا معايا كده، هنا ايه؟ هنا شهر ايه؟ سبتمبر. شهر ايه؟ يوليو اغسطس، يعني الشهر على طول اللي ورا مين؟ الثوره. الثوره كانت في يوليو، دي اغسطس، دي سبتمبر. خلاص. طيب لا، ده الشهر اللي وراها على طول، في فرق شهر اغسطس. طيب يعني على طول بعدها. طب ليه؟ عشان يحسس الشعب ان في قامت ثوره فعلا، عشان الناس كلها نقضي على الاقطاع اللي موجود. يبقى لما اقول لك اول انجاز حققته الثوره في مجال ايه؟ الاقطاع، اللي هو المجال مين؟ الاجتماعي، القضاء على مين؟ الاقطاع. طيب سؤال، هغير السؤال واقول لك ما النتائج المترتبه على، خلاص، ما النتائج المترتبة على إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول؟ ما النتائج جنبها هنا؟ ما النتائج المترتبة على صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول؟ أقول له الإجابة: حددت الملكية الزراعية في النهاية ب50 فدان، مما زاد من تملك الفلاحين الأرض الزراعية. تاني، ما النتائج المترتبة على صدور قانون الإصلاح الزراعي وما سبقه وما تبعه من ايه؟ من قوانين. هقوله حددت الملكية الزراعية في النهاية ب50 فدان، مما زاد من تملك الفلاحين الأرض الزراعية، وبالتالي القضاء على مين؟ الإقطاع. يبقى تم القضاء على الإقطاع عن طريق ايه؟ صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول وما تبعه من ايه؟ من قوانين أخرى. طيب يبقى ده أول حاجة اهتمام بمين؟ بالقضاء على الإقطاع. تعال نشوف تاني حاجة، مجانية التعليم. احنا عارفين ان التعليم كان في ايام الاحتلال بمبالغ كبيرة. خلاص. طيب ده بقى قال لك لا، مجانية التعليم. الثورة جعلت التعليم بالمجاني بجميع مراحله، سواء قبل الجامعي او جامعي. يبقى لما اكتب جنبنا ودلل اهتمت الثورة بالتعليم، دلل اهتمت الثورة بالتعليم. هقول له حيث جعلت الثورة التعليم مجاني بجميع مراحله، سواء قبل الجامعي او الايه؟ الجامعي. طيب اهتمت بالصحة ازاي؟ هقول له اقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. اقامة الوحدات الصحية والجمعيات الايه؟ الزراعية. 4، اهتمت بقى بالعمال. ده هم عمال. اهتمت بالعمال عن طريق ايه؟ العامل كان بيشتغل لما اتقطع قلبه في اي شغلانه، صاحب العمل كان بيستبد به، سواء بقى وظيفه خاصه او وظيفه عامه او غيره. قال لك حددت ساعه العمل، كانت حددها ب8 ساعات، اللي هي ساعات حتى الحكوميه الوظيفه، تحديد ساعات العمل. وكمان عشان نشجع العمال على الانتاج، هنقعد مع ايه؟ مجلس اداره الشركه هتقعد مع العمال وتقول لهم مثلا لو احنا إيه مثلا حققنا انتاج الشهر ده في كذا قد ايه، انا هديكوا نسبه من الارباح. طبعا ده بيشجع العامل ان هو ايه؟ ان هو يشتغل عشان يحقق النسبه اللي هم متفقين عليه. يبقى هو تحديد ساعات العمل واشراك العمال في مجالس اداره الشركات والمصانع، وحدد لهم نسبه من الايه؟ الارباح. هتقول له هو يحدد العامل نسبه من الارباح ليه؟ هقول لك ده لمصلحه ايه؟ الشركه اصلا، يعني ده لمصلحه الشركه اصلا، لان كده هيساعد بدل ما يبقى العامل شغال يقول لك اهو يومه بيعدي وخلاص ومحسوب له محسوب ليا واضيعه في الايه؟ في اللعب والكلام ده. لا، انا كده بحافظ على اليوم من اول دقيقه بدخل فيه المكان لاخر دقيقة عشان عايز الارباح تزيد. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ يبقى اما اجي اقول لك دلل اهتمت ثوره 20 يوليو بالعمال، هتقول لي الكلام ده. طيب برضه بالعمال حاجه تانية، العامل ما كان بيشتغل مثلا في اي شغلانه، لو حصل له اي حاجه مش تامينات ولا اي ولا معاشات ولا اي حاجه، يبقى اصدار قوانين التامينات الاجتماعيه والمعاشات للموظفين والايه؟ والعمال. تاني، اصدار قوانين التامينات الاجتماعيه والمعاشات للموظفين والعمال. طيب 6، اهتمت الثوره بالمراه. اهتمت بالمرأة ازاي؟ هقول له اعطت للمرأة، ما اجي اقول جنبها هنا اهو دلل اهتمت الثورة بالمرأة حيث اعطت لها حق الانتخاب
والترشح لمجلس الأمة، يعني بقت عضوة في ايه، في مجلس النواب. يبقى منحت المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب عام 1956 لما عملوا دستور تاني. يبقى لها حق المرأة في الانتخاب. ده الاتنين دول بالنسبة للعمال. طيب اللي فوقها بالنسبة لإقامة الوحدات الصحية، اهتمت بالتعليم جعلته بالمجان. اهتمت بأهم حاجة اللي هو الهدف التاني اللي هو القضاء على الإقطاع، وده في المجال مين؟ الاجتماعي. تعالوا نشوف عندي المجال العربي والدولي بتاعنا. المجال العربي والدولي. اولا مش انا قلت في بدايه الدرس ان مصر لما تحررت وقفت جنب الدول العربيه لنيل ايه، استقلالها. يبقى اقول له لما نقول في المجال العربي والدولي مساندة الدول العربيه والافريقيه لنيل استقلالها مثل السودان، الجزائر، تونس، المغرب. طبعا دي دول افريقيه. خلاص. طيب عربيه افريقيه. طب الاسيويه، العربيه الاسيويه الكويت والعراق واليمن. امال مين دي؟ كينيا. كينيا دي يعني دولة أفريقية بس مش عربية. خلي بالك من دي، لأن أوقات كتير يقول لك إيه، ساعدت الثورة في تحرر الكثير من الدول الأفريقية مش عربية. تقوم كاتب له يجيب لك في الاختيار مين؟ كينيا مع واحدة من دول. هتقولي تمام كلهم كانوا موجودين بس أنا عايزاها دولة إيه؟ أفريقية. دولة إيه؟ أفريقية بس مش عربية. يبقى أول حاجة أهو مساندة الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال مثل السودان، جنبنا الجزائر، تونس، المغرب. طيب اتنين، انا عندي الشعب الفلسطيني. طبعا الاحتلال اليهودي الاسرائيلي اللي كان موجود في ايه، في فلسطين من ايامها، تأييد ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني ان هو يعمل دولة مستقلة مفيش فيها احتلال عاصمتها القدس الايه الشريف. يبقى تأييد ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الايه الشريف. ثلاثة، طبعا لما حصل لما مصر استقلت هي والكثير من الدول العربية زي سوريا وغيرها، اتفقوا ان هم يعملوا بينهم وبين بعض وحدة يعني لو اي دولة حصل لها اي مشكلة التانية تقف ايه جنبها. خلاص. دي اسمها الوحدة العربية. يبقى أول تجربة للوحدة العربية كانت بين مين؟ مصر وسوريا 1958. تاني يبقى اتحققت أول تجربة للوحدة العربية بين مين؟ بين مصر وسوريا. بين مصر وسوريا. ده سنة كام؟ 1958. طيب أربعة، بيقول لي كسر احتكار السلاح العالمي. يعني ايه كسر احتكار؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت محتكرة السلاح العالمي، يعني هي يعتبر كانت الدولة الرئيسية في العالم اللي بتبيع سلاح. خلاص. طبعا الحكومة الثورة ما كانتش أصلا بتحب تدخل الولايات المتحدة في كل الأمور، فمرضاش تاخد منها سلاح، بقت تجيبه من مين؟ من الاتحاد السوفيتي. فطبعا فده يعتبر مهم جدا. يبقى اما اجي اقول لك سؤال بما تفسر استطاعت الثورة كسر احتكار السلاح العالمي، قامت شايله صفقه من مين؟ من الاتحاد السوفيتي. كان الوقت ده موجود بعقد صفقه الاسلحه الشرقيه مع الاتحاد السوفيتي. يبقى كان عندي اتنين اعداء، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. قامت مصر قامت مرضاش تشتري من مين؟ من الولايات، وقامت رايحه شاريه من مين؟ من الاتحاد السوفيتي عشان تثبت للولايات ان انت مش لوحدك اللي بتبيع اسلحه. يبقى كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقه الاسلحه الشرقيه. خمسة، المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز. مش احنا في أول الدرس قلت إن بعض المؤرخين كانوا بيقولوا إن مصر لها دور في تأسيس حركات دولية زي حركة عدم الانحياز؟ أنا قلت لك من شوية إن أنا كان عندي كتلتين، الولايات المتحدة بكل قوتها والاتحاد السوفيتي. الاتنين كانوا بيتصارعوا بينهم وبين بعض. دي الكتلة الشرقية اللي هي الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الكتلة الغربية. فمصر ما كانتش حابة هي ومجموعة من الدول الوضع ده، إن احنا نبقى أحزاب ومجموعات. احنا عايزين نعيش بقى حياتنا وعايزين نساعد على اقتصاد دولنا وكلام من ده. فقالت احنا هندعو الناس ان هي لا تنضم للكتله الشرقيه اللي هي بقياده الاتحاد ولا الكتله الغربيه اللي بقياده مين؟ الولايات. وعشان كده اجتمعوا في مؤتمر اسمه مؤتمر باندوينج عام 1955، وده منعقد في اندونيسيا. واتفقوا ان هم يعملوا حركه اسمها حركه عدم الانحياز. وقلنا ما المقصود بحركة عدم الانحياز؟ عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية. تاني، ما المقصود بحركة عدم الانحياز؟ عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية. طيب نكمل السؤال ده. المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز وظهور دور مصر الرائد السباق مع كل من الهند ويوغوسلافيا بالإضافة لإندونيسيا. يبقى التلاتة دول نتجمعوا
في مؤتمر اسمه مؤتمر ايه باندونج موجود في اندونيسيا، وتم الاتفاق على ايه؟ على تشكيل حركة عدم الايه الانحياز. يعني لما اجي اقول لك سؤالي ما النتائج المترتبة على مؤتمر باندونج 1955، هقول له تشكيل حركة عدم الانحياز، تشكيل حركة عدم الايه الانحياز بين كل من الهند ويوغوسلافيا بالاضافة لمين؟ لاندونيسيا. طيب يبقى انا لما اجي اقول دلوقتي المجال العربي الدولي نراجعه كده، بقول مساندة الدول العربية، يبقى مصر كان لها دور رائد في الوقوف بجوار الدول العربية والأفريقية في نيل استقلالها. طيب 2 تأييد ومساندة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على أرضه عاصمتها القدس الشريف. 3 تحقيق أول تجربة قلنا للوحدة العربية بين مصر ومين؟ بين مصر وسوريا 1958. كسر احتكار السلاح لما مصر اتجهت الى ايه؟ شراء صفقة الاسلحة اللي هي الشرقية. المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز وظهور دور مصر ايه؟ الرائد. تعالوا نحل مع بعض التدريب الثاني. التدريب الثاني بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد من إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال السياسي، أنا عايزة مجال سياسي طبعا، تمصير البنوك الديواني مجال اقتصادي، البحث والتنقيب عن البترول اقتصادي، تأميم شركة قناة السويس هو ده الايه؟ هو ده السياسي، لأن ده برضه ايه؟ اقتصادي. طيب رقم 2 بناء السد العالي من إنجازات الثورة في المجال طبعا الاقتصادي الزراعة. 3 يعتبر من إنجازات الثورة، طبعا لو احنا لاحظنا إن أنا لازم أحفظ الإنجاز ده تبع الهدف ده أو العمل ده تبع أي إنجاز، لأن هيسألنا على كده إنجاز سياسي، إنجاز اقتصادي، إنجاز اجتماعي، يبقى لازم أحفظ كل عمل اتعمل تبع أي إنجاز. طيب يعتبر من إنجازات الثورة 23 يوليو في المجال الاجتماعي رحيل القوات ده سياسي، فتح أسواق اقتصادي، تحديد نسبة للعمال من أرباح الشركات دول الاجتماعي. طيب قامت أول تجربة لوحدة بين مصر وسوريا. عقد مؤتمر باندونج عام 1955 بدولة احنا قلنا اندونيسيا. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ما العلاقة بين ثورة 23 يوليو وتحسن أحوال الفلاحين في مصر؟ تحسن أحوال الفلاحين اللي هو ايه؟ هقول له حيث قامت بإصدار قوانين، طبعا مش قانون واحد، قوانين الإصلاح، هقول له قامت بإصدار قوانين ايه؟ الإصلاح الزراعي التي انتهت بتحديد الملكية للأراضي الزراعية بكام؟ ب50 فدان، مما زاد من تملك الأراضي الزراعية، وبالتالي القضاء على مين؟ على الإقطاع. شيء طبيعي الفلاح لما تخيل بعد ما كان بيشتغل بالأجرة وأجرة بخس عند واحد من الناس اللي عندهم آلافات من الأفدنة، بقى صاحب ملك، بقى بيزرع ملكه. طيب ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية موضحا سبب الإجابة؟ نجحت ثورة 23 يوليو في تغيير نظام الحكم، طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة، هقول له العبارة صحيحة. طب ليه؟ حيث قامت بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية، وده كان في يونيو 1953. طيب قول لي أيهما كان الأسبق في تحقيقه كأحد إنجازات الثورة مع ذكر السبب؟ جلاء القوات البريطانية، لسه قايلها من شوية، خلي بالك عشان أعرف إن بتيجي أسئلة. جلاء القوات البريطانية عن مصر اللي هو في إيه؟ اللي هو في 18 يونيو 1956، ولا القضاء على الإقطاع اللي صدر في نفس السنة في سبتمبر؟ هقول له القضاء على الإقطاع، حيث صدرت قوانين الإصلاح الزراعي إمتى؟ في سبتمبر. فاكر لما قلت لكم الشهر اللي بعده على طول سبتمبر 1952، بينما تم جلاء مش المعاهدة، لا ده الجلاء، تم جلاء القوات البريطانية عن مصر في 18 يونيو 1956، ده 56 وده 52. يبقى القضاء على الإقطاع هو اللي كان في الأول. وبكده نكون خلصنا أسئلة شرح الجزء الثاني من الدرس الأولاني. المرة الجاية إن شاء الله حالا هننزل شرحه سواء في كتاب الامتحان أو كتاب الأضواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.